لو ناقشتني في فكرتي بحس انك بتهد شخصيتي كلها. بشجع مدريد، اذا مفيش فريق تاني بيعرف يلعب كوره. مره كامله غرقت في الدم علشان فكره. الحرب الاهليه الامريكيه من 1861 ل 1865، الحرب البارده امريكا ضد الاتحاد السوفيتي. ممكن تبدا بنقاش في الكوره وتخلص بباكج شتايم للست الوالده. في الواقع الناس بتحب الثقه حتى لو عمياء. الصوفي شايف ان السلفي غليظ ومتشدد، والسلفي شايف الصوفي قبوري ومشرك. مؤيد النظام شايف المعارض خاين دمه حلال. ليست المشكلة في أن نمتلك أفكارا، بل في أن تتحول الأفكار إلى أسياد ونحن إلى عبيد. من غاليليو الذي حوكم لأنه تجرأ على النظر للسماء، إلى مناوشات الكرة والسياسة والدين، الإنسان ظل أسير ما صنعه عقله. أخطر سجون الدنيا ليست خلف القضبان، بل في داخل الرأس. وحين يعبد المرء أفكاره يذبح الحقيقة باسمها. سنة 1633 وقف الراجل العجوز جاليليو جاليلي قدام محكمة التفتيش في روما. الراجل اللي اخترع التلسكوب وقال إن الأرض بتلف حوالين الشمس. ساعتها المحكمة قالت له يا إما تتراجع عن فكرتك يا إما دي تكون نهايتك. اضطر جاليليو إنه يتراجع، ولكنه تمتم بكلمته الشهيرة ومع ذلك فهي تدور. من يومها والتاريخ بيأكد لنا إن الإنسان ساعات بيحب أفكاره أكتر من الحقيقة نفسها، بيتمسك بيها زي ما العاشق بيتمسك بحبيبة وبتسيبه في الآخر. والنهاردة في القرن 21 نفس اللعبة شغالة. أهلاوي، زملكاوي، ذكوري ونسوي، جمهوري وديمقراطي، حتى على مستوى الأكل كشري ولا ملوخية. المشكلة إن الفكرة بقت مش مجرد رأي وأصبحت هوية. لو ناقشتني في فكرتي بحس إنك بتهد شخصيتي كلها. زي ما ديكارت قال أنا أفكر إذا أنا موجود. ولكن مع الجيل الجديد أصبح أنا بشجع مدريد إذا مفيش فريق تاني بيعرف يلعب كورة، أو أنا يساري إذا أنت خائن وعميل. الموضوع مش جديد. جاليليو اتحاكم لأنه كسر فكرة ثابتة. حرب ال30 سنة في أوروبا من 1618 ل 1648، بروتستانت ضد كاثوليك، قارة كاملة غرقت في الدم علشان فكرة. الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 ل 1865، الشمال شايف إن العبودية شر والجنوب شايف إنها اقتصاد، والملخص 600 ألف قتيل. الحرب الباردة أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي، صواريخ موجهة على بعض 40 سنة علشان الرأسمالية ضد الشيوعية. وفي الرياضة نهائي كأس ليبرتادوريس سنة 2018 في الأرجنتين اتنقل لأسبانيا بسبب قتال جماهير البوكا والريفر. وفي مصر الخناقة بين أهلاوي وزملكاوي ممكن تبدأ بنقاش في الكورة وتخلص بباكج شتايم للست الوالدة. ومن الناحية الفلسفية برتراند راسل قال الأغبياء واثقون ثقة عمياء، أما العقلاء فمليئين بالشك. ولكن الواقع الناس بتحب الثقة حتى لو عمياء أكتر من كونها حقيقة أصلا. وده لو ركزت فيه شوية هتلاقي إن احنا بقينا عايشين وسط مستنقع أفكار مشوهة، وأصحابها أصبحوا بيعبدوها. على سبيل المثال الفئة النسوية في مصر شايفين إن الرجالة كلهم ولاد 60 كلب ملهمش لازمة، والفئة الذكورية شايفين إن الستات مجرد وعاء جنسي وملهمش أي قيمة ولا آراء ولا أي حاجة. الصوفي شايف إن السلفي غليظ ومتشدد، والسلفي شايف الصوفي قبوري ومشرك. مؤيد النظام شايف المعارض خاين دمه حلال، والمعارض شايف إن النظام ما بيعملش حاجة صح. لو فكرت تناقش أي حد من الأمثلة دي مش هتوصل لحاجة غير إنك هتتشتم في الآخر، لأن هو مقتنع اقتناع تام إن فكرته معممة وهي الصح المطلق. لأن مثلا لو أنت معارض للنظام هل ما شفتش قرار واحد صح للنظام؟ ولو أنت مؤيد ما شفتش قرار كارثي للنظام؟ ولو أنت سيدة نسوية ما قابلتيش في مرة راجل كويس؟ أو لو أنت ذكوري ما شفتش مرة ست تستاهل؟ مشكلة العقل البشري برضو إنه مش محايد. في حاجة اسمها التحيز التأكيدي، وده يعني إنك لو مقتنع بحاجة بتشوف كل حاجة تثبت لك إنك صح وتتجاهل أي دليل عكس كده. حرفيا بتصبح عبد لفكرتك. الراجل ده وصل الأمر إن في 2 كانوا هيمسكوا في بعض بسبب إنهم كانوا بيتناقشوا عن أشهر أكلة مصرية بين الأجانب. واحد بيدافع عن الكشري والتاني بيدافع عن الملوخية. ومش قادر أنسى الكومنت اللي كتبه وقتها لما قال الملوخية
تاج المائدة المصرية. ساعتها حسيت انهم بيتكلموا عن دستور جديد او عن مسار سياسي جديد هيصلح حال البلد. وعلى ذكر السياسة اكبر ساحة لعبودية الفكر، لان مثلا في 2003 امريكا غزت العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل. العالم انقسم لقسمين، ناس شافت بوش منقذ للديمقراطية وناس شافته مجرم حرب. بعد سنين اتضح ان ما كانش فيه اسلحة اساسا، ولكن المفاجأة ان اللي كانوا مقتنعين وقتها لسه مقتنعين. وفي مصر أي نقاش سياسي بيتحول لحرب، مش مهم أنت صح ولا غلط، المهم أنت معايا ولا ضدي. حتى في الدين الأفكار بتتحول لمقدسات. الإسلام بيقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن الواقع إننا بنجادل بالتي هي أشنع. الاختلاف رحمة، لكننا حولناها لنقمة. واتفرج على خناقات السلفيين والصوفيين اللي ما بتنتهيش. أتذكر مقولة لفولتير قال قد أختلف معك في الرأي لكني مستعد أن أموت لأجل حقك أن تقول رأيك. الجملة دي شكلها رومانسي جدا، بس الحقيقة معظم الناس شغالة بالعكس. قد أختلف معك وأنا مستعد أموتك علشان تسكت. النهاردة العبودية الفكرية وصلت لذروتها مع السوشيال ميديا. خوارزميات السوشيال ميديا بتحبس كل واحد في فقاعة. انت اهلاوي هيجيلك بس محتوى يثبت ان الاهلي اعظم نادي في الكون، ولو انت مؤيد لنظرية مؤامرة هتلاقي كل الفيديوهات بتأكد لك ان الارض مسطحة. طيب النتيجة كل واحد عايش في عالم موازي جوه دماغه، وفي فكرة محورية مسيطرة على حياته. وزي ما قال جورج أورويل في رواية 1984 من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل، ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي. وبما انك ماسك الموبايل والخوارزميات بتساعدك ما تشوفش غير افكارك وبس، فهتحس انك مسيطر على الحاضر والماضي والمستقبل. الخطر مش ان عندنا افكار، الخطر اننا بقينا عبيد ليها. الحقيقة مش محتكرة والاختلاف مش جريمة. لو اتعلمنا نشك شوية، نفكر شوية، ونضحك على نفسنا شوية، يمكن نتحرر. الحرية الحقيقية مش انك تفكر بره الصندوق، الحرية الحقيقية انك تفتكر ان الصندوق نفسه مجرد فكرة. سلام.